ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هعرض معاكم طقم حلل لافا في جهازي. وطقم حلل لافا بيكون ماتيريال او خامات كوري زي ما هو مكتوب عليه كده. هنا مكتوب انه ماتيريال كوري، ولكن هو تقفيل مصري، فيعتبر ان هو ميد ان ايجيبت. علشان ما يضحكش عليكم، لان ناس كتير بتقول عليه ان هو ميد ان كوريا، لكن ده مش حقيقي. عشان ما يضحكش عليكم، طقم حلل لافا بيكون تقفيل مصري لكن بخامات كوري. اللي متاح دلوقتي في السوق ومنتشر اكتر ان هو كوري وفعلا بيكون ميد ان كوريا هو طقم حلل نيو فلام. انما طقم حلل لافا هو كوري، ماتيريال كوري، صناعة مصري او ماتيريال كوري، تقفيل مصري. الطقم ده كان عليه عرض في المرشدي. هو مكون من 10 قطع زي ما هو مكتوب على الكرتونة. هنتفرج عليه مع بعض وهقول لكم سعره في اخر الفيديو، لان سعره كان لقطة جدا. خليكم معايا، تابعوا الفيديو علشان نتفرج على القطع واحدة واحدة بالتفصيل. هفتحه واجيلكم. كمان دي تحذيرات وطريقة الاستخدام اللي مكتوب عليها، ودي مواصفات الحلل اهي. دي طريقة الاستخدام بتاع اي حلل جرانيت، وده اللي مكتوب على طقم حلل جرانيت لافا. طيب ده الطقم بتاعنا مكون من 10 قطع، 3 حلل مقاسات 18، مقاس 20 ومقاس 30، وكمان معاه مقلاية او اللي هي طاسة مقاسها 24، وكمان معاه صينية مقاس 26 واتنين ماسك. ده كده التكوين بتاع طقم الحلل اللي هو 10 قطع. والغطا طبعا بيتحسب قطعة، في اي طقم الغطا بيتحسب قطعة. هنتفرج على كل قطعة مع بعض وهقول لكم على ميزة حلوة ومهمة جدا في الطقم ده، فتابعوا معايا الفيديو علشان نشوف مميزات الطقم ونتفرج عليه ونشوفه بالتفصيل. اول حاجة هنبدأ نتفرج عليها مع بعض هي حلة مقاس 18، والحلة دي اصغر حلة موجودة في الطقم ده. هنفتحها مع بعض ونتفرج على شكلها. ده شكلها، هي بتيجي متغلفة كده في كيس، الغطا متغلف في كيس والحلة متغلفة في كيس. دي كده الحلة اللي هي مقاس 18، اصغر حلة في الطقم ده. الحلة شكلها حلو جدا، شكلها مربع كده حلو قوي، لونها خطير، لونها كافيه كده او مدي على كشمير شوية. الغطا مش استانلس ولا ازاز، الغطا نفس نوع الحلة، ودي حاجة حلوة قوي بصراحة. كمان في ميزة في الغطا ده ان هو فيه فتحة بخار هنا، شايفين؟ بس برضو نخلي بالنا واحنا ايدينا بتيجي جنب الغطا واحنا بنمسكه ان ايدينا ما تجيش في الفتحة دي لو هي باينة ليكم، علشان ما نتلسعش في البخار. طيب ايه كمان حلو في الحلة دي؟ ان الحلة ايديها منها فيها، شايفين؟ ايديها منها فيها بالشكل ده، ولا عمرها مهما عدى عليها الزمن ولا اليد هتتخلع ولا اليد هتتحرق ولا هتسيح ولا اي حاجة. فبصراحة دي من مميزاتها. كمان الحلة ناعمة جدا، الحلة ناعمة قوي. هنتفرج دلوقتي مع بعض على الحلة التانية في الطقم اللي هي مقاس 20. هفتحها وارجع لكم نتفرج عليها. برضو الحلة بنفس الكلام بتيجي متغلفة، الغطا بيجي متغلف لوحده والحلة متغلفة لوحدها. دي الحلة التانية اللي هي مقاس 20، برضو نفس المواصفات، شكلها حلو قوي، واليد منها فيها وخامتها تقيلة قوي وحلوة. من ورا بيكون مكتوب عليها ايه؟ بصوا مكتوب عليها لافا، مكتوب عليها مقاس الحلة هنا 20، ومكتوب عليها كوريا. كوريا بس مش ميد ان كوريا. في فرق ان مكتوب كوريا وفي فرق ما بين ميد ان كوريا. هنا مكتوب كوريا بس، فدي الماتيريال بتاعتها هي اللي كوري، تمام؟ فدي نقطة مهمة عشان محدش يضحك عليكم من اي محلات بتبيع الحاجات دي. طيب تالت حاجة هنتفرج عليها هي الحلة مقاس 30. دي الحلة مقاس 30 هنتفرج عليها مع بعض. دي اكبر حلة موجودة في الطقم. برضو الغطا فيه العلامة بتاعت البخار وبيخرج من هنا. بصوا الحلة كبيرة قوي يعني، والعمق بتاعها حلو قوي. وبرضو نفس الكلام هتلاقوا لافا
كوري. تمام. دي الحله مقاس 30. دلوقتي هنتفرج على الطاسه اللي هي مقاس 26 اللي جايه مع الطقم. دي شكل الصينيه، شكلها حلو جدا جدا، وهي مدوره مش مربعه زي طقم الحلل. يعني الحلل مربعه شويه واخده شيب مربع، انما دي مدوره. فانتوا لو حبيتوا تغطوها اي حله عندكم مدوره مقاس 26 الغطا بتاعها هينفع للصينيه دي. الصينيه دي طبعا ينفع نعمل فيها حاجات على النار من فوق او في الفرن، حلوه قوي وناعمه جدا، مش هيلزق فيها الاكل خالص. برضو الصينيه اليد بتاعتها منها فيها حلوه قوي اهي. ده الماسك السيليكون اللي بيجي مع الطقم اهو، بيجي محفور عليه كلمة لافا. هو بيجي قطعتين، هوريكم بيستخدم ازاي دلوقتي. هو بيستخدم كده، شايفين بيتحط هنا كده علشان طبعا لان اليد منها فيها، هي دي ميزة، ولكن العيب ان هي هتسخن نفس درجة حرارة الحلة او الطاسة او الصينية، هيسخنوا لان القطعة منها فيها، فبنحتاج ان احنا نمسكهم بحاجة سيليكون زي كده. فهما جاي مع الطقم ماسك سيليكون شكله حلو قوي. طبعا الماسك السيليكون ده للامانه مش هيغني ان انت تبقي لابسه جلوفز سيليكون، لان ده الى حد ما خفيف، فممكن برضو يلسعك او يوصل الحراره هنا. فللامان يعني تبقوا لابسين جلوفز سيليكون او جلوفز قماش، اي حاجه ما توصلش حراره. اخر حاجه هنتفرج عليها في الطقم هي الطاسه او المقلايه اللي جايه مع الطقم. هي مقاسها 24 اهو. تمام. هنفتحها مع بعض. هي بتيجي اليد بتاعتها منفصله، هقول لكم ليه. دي شكل الطاسه او المقلايه، شكلها حلو قوي زي كانها جريل كده، جريل صغيره حلوه قوي. هي بتيجي هنا كده في مسمار متركب علشان اليد بتاعتها معاها. ليه هي جايه كده؟ لان انا اقدر ادخلها الفرن، اقدر اعمل فيها مثلا طاسه جبن واروح مدخلها الفرن عشان تسيح، متاحه ان هي تدخل الفرن. ودي الميزه اللي موجوده في طقم الحلل ده. الميزه اللي موجوده في طقم الحلل ده ان اقدر ادخل اي قطعه في الطقم الفرن. الحله دي مثلا، الحله دي اللي هي مقاس 18 اصغر حله، اقدر اعمل فيها بطاطس او اقدر اعمل فيها فراخ وابقى عايزه احمر الوش، اخدها من فوق البوتاجاز ادخلها الفرن، مش هيحصل اي مشكله. اي قطعه في الطقم ده من غير طبعا الغطا اقدر ادخلها الفرن. فاستخداماتها كتير وحلوه قوي، خامتها حلوه، سعرها تحفه. الطقم ده كان 10 قطع، كان ب2800 جنيه، كان في عرض في المرشدي، فكان حلو قوي. وبس كده، ده كان ريفيو النهارده عن طقم حلل لافا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان اي فيديو بنزله يوصل لكم ويفيدكم. وباي باي.